اتفضلي يا فندم. مع حضرتك الكاتبه الصحفيه والفنان التشكيلي دكتور هشام حسني مؤسس منصه هشام. انا واحده من الشباب. انا شايفه ان عندنا ثروه شبابيه احنا مش مهتمين بيها. شد المايك. عندنا ثروه شبابيه لكن مش مهتمين بيها. انا من الشباب اللي بشارك في منتديات تبع مؤسسات او جمعيات خيريه ايا كان. بشارك بقى، انا بحب العمل العام وبشارك في الزمالك. تمام. انا شايفه ان مراكز الشباب لو هنبتدي نتكلم فيها دلوقتي كلها تحولت بقت تنميه شبابيه. انا مش شايفه تنميه نهائي. احنا عندنا كوادر وعندنا شباب عندهم فكره، عندهم ابداع، عندهم حماس زي حالاتي كده. تمام. لكن للاسف انت لما تيجي تخش في اي كيان شبابي هم بيستفادوا من الحاجه اللي حضرتك عايز تعملها وفي الاخر بياخدوها بيوصلوها. هو الكيان الجديد اللي بيبقى موجود الستة سبعة اللي بيحضروا في كل حته وبيسافروا في كل حته. بيستفادوا من بعد اذن حضرتك يا معالي الوزير. حضرتك انا اتشرفت ان انا قابلت حضرتك كذا مره لكن يمكن ما تعرفناش بالشكل يعني لا ده انا هصيغ حضرتك، انا ادخل في الجزر اللي تشتغل مع مراكز البحوث ومراكز الشباب واصول الثقافه، يبقى اماكن جاهزه لانها تقابل الناس. يعني اعاده استخدامها لما الهجره الشرعيه ما لهاش مكان هنا في مركز الشباب المنفوشي مثلا. فانا اقصد اللي حضرتك بتقوليه ان عندنا شباب عايزين يعرضوا حاجاتهم. طب انت عايزه تقولي وبناء عليه قولي اللي عايزه تقوليه. بناء عليه هو انا يعني انا كنت مرشحه ضد مجلس اداره اكبر مركز شباب في الشرق الاوسط اللي هو مركز شباب الجزيره. دلوقتي قربي المايك والنبي خليكم معانا يا حضرات. انا عندي مبادره ان انا هعتبرها من مركز شباب الجزيره ان شاء الله ان انا عايزه يبقى في اهتمام بالتشجيع. زي علم الطفل ان هو يعمل تشجيع يبتدي المبادره دي يبتدي يتحرك بشكل حطك ماشي. يبقى فيه يعني ازاي انا ينفع كده انت جيت برضه انا عايزه اترجم في ايه؟ مش لسه تبعتها لي على الواتس بعد ما بوظت الدنيا كده.